كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. والنهاردة فطار جديد من فطار رمضان، هو فطار بسيط بس بصراحة الأكل في اللمة أو لمة رمضان بيكون ليها طعم تاني. تعالوا مع بعض نشوف فطار النهاردة عملناه ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، ويلا نبدأ بسم الله. معايا هنا كيلو من الوراك، انا مقطعاها بالشكل ده وغسلتها كويس قوي ونقعتها في ليمون ودقيق وملح وشطفتها وبقت معايا نضيفة بالشكل ده. حلة على النار من غير اي مادة دهنية، هبتدي انزل كده بالفراخ. نزلت كل الكمية كده وبعدين هديلها تشويحة، وهنزل بالبهارات ملح وفلفل اسود ورق لورا حبهان، وبعدين هكون مجهزة معايا مية سخنة، هبتدي انزل كده بالمية السخنة على الفراخ لحد ما اغطي كل كمية الفراخ بالشكل ده. وبعدين هدي للفراخ تقليبة كده مع البهارات، وهسيبها في الاول كده على نار عالية وبعدين هخلي النار وسط واسيبها تستوي. وهنا خلاص كده الفراخ استوت معايا وبقت تحفة، والشوربة كمان بقت تحفة. انا كده حطيت لها طماطمية صغيرة، وبعدين معايا هنا بصلاية مفرومة على النار، احط لها كده معلقة من السمنة وهبتدي ادبلها كده في السمنة لحد ما تدبل معايا. وهكون مجهزة معايا ده حوالي تقريبا كيلو من البطاطس، قشرتها وقطعتها مكعبات بالشكل ده. معايا هنا البصلة دبلت، هبتدي انزل عليها كده بالبطاطس وهديلها تقليبة كده مع البصلة او تشويحة كده، وبعدين هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسود وهقلب كل ده مع بعض. هدي تشويحة كده البطاطس مع الفلفل الاسود والبصل، وبعدين بعد ما اديتها تشويحة كده هكون مجهزة معايا عصير طماطم، هبتدي انزل كده بعصير الطماطم على البطاطس وهديلها تقليبة كده مع عصير الطماطم واسيبها تتسبك. انا عايزاها تتسبك كويس قوي. وهنا الفراخ كده استوت معايا، هحطها في صينية وادخلها الفرن تتحمر. وكده الطماطم اتسبكت معايا، هبتدي انزل كده بالمرقة بتاعت الفراخ، هنزلها كده على البطاطس. وبعد ما نزلت كده بالمرقة هضيف ملح بس مش عارفة ما تصورش، وبعدين هسيبها تستوي. وهنا خلاص كده فطارنا بقى جاهز، عملت معاه رز ابيض، والشوربة بتاعتنا شايفين شكلها تحفة، والبطاطس بقت قمر، والفراخ كده اتحمرت معانا. وعملت معاهم عصير كمان فراولة بالبنجر، بيكون طعمه حلو قوي. ممكن نضيف عليه كمان عصير او شربات فطرك بالفراولة، بيكون طعمه حلو قوي. جربوه بالطريقة دي. وكده فطارنا بقى جاهز. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم وتكون استفدت منه ولو بمعلومة بسيطة، وهستنى كومنتاتكم الجميلة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.